السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد من مطبخي. يا رب كلكم تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة هتكلم معاكم عن أفكار عملية هتفرق معاكي في مصروف بيتك وكمان في الميزانية. في حاجات عملتها معاكم في القناة كانت كلها اقتصادية وتكلفتها قليلة جدا، وهي من أساسيات التوفير في الميزانية. وكمان في حاجات اشتريتها من بره بس لازم تكون موجودة عندي في المطبخ. ان شاء الله هنتكلم في الحاجات دي النهاردة، بس خلينا قبل ما نبدأ اقول لكل الامارات اللي فتحوا الفيديو بتاعي، لو انتي اول مرة بتشوفي قناتي وعجبك الفيديو اتمنى منك انك تنوريني بالاشتراك في القناة وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد انا بقدمه. اول برطمان من برطمانات التوفير اللي عايزه اكلمكم عنها هو البرطمان ده. دي هريسه شطه. عملت هريسه الشطه، عملت البرطمان ده من فلفل الاحمر، اللي هو الفلفل الاحمر الحراق ده. كنت جايبه من السوق بحوالي كان مش فاكره الكيلو كان بكام، بس كنت جايبه بحوالي 10 12 جنيه حاجه كده، مش اكتر من كده. كان سعره على قد الايد جدا. هريسه الشطه عملتها بطريقه سهله جدا، خدتها وضربتها في الكبه مع شويه ملح، وابدا بعد كده احطها في برطمان زي ما حضراتكم شايفين، او بحطها في كيس وبحط على وشها شويه من الزيت وبحطها عندي في الفريزر مش في التلاجة من تحت. الكميه دي عايزه اقول لكم ان هي بتفضل معايا طول السنه، مش بستغنى عنها خالص. بحط منها على بقى اي حاجه عايزه اخليها حراقه. ممكن احط منها على السلطه العاديه لو انا عايزه احرقها، ممكن احط منها على بابا غنوج، ممكن استخدمه في التتبيلات، خاصه التتبيلات بتاعه البتنجان الطويل. ممكن استخدمه في عمل المخللات، ما فيش غنى عنه ابدا. وكمان بعمله كمان في حشوات زي حشوة الطعمية. تاني برطمان بقى عايزة اكلمكم عنه هو البرطمان ده فيه بقسماط ناعم. بعمله من بواقي العيش الفينو اللي بتطلع. احنا طبعا في ايام مدرسة بيطلع مننا بواقي عيش فينو، بيطلع مننا بواقي مثلا بقسماط انت عاملاه في البيت، بواقي قرص انت عاملاه في البيت بس ما تكونش محشية، اي مخبوزات بتعمليها انت في البيت بالدقيق الابيض بتاخديها. لو اتبقى منك اي حاجه حطيها في كيس وحطيها في الفريزر. بحوشه وفي الاخر خالص باخده بحمصه في الفرن على درجه حراره تكون واطيه خالص، وبعدين باخده بقى ابرده واضربه في الكبه انعمه خالص وبحطه في البرطمان. البرطمان ده كان مليان، كنت عاملاه كمان يمكن من حوالي اسبوعين. كان البرطمان مليان بس انا طبعا مش بستغنى عنه خالص، لاني طبعا بزود بيه الكميه لما باجي مثلا اعمل كفته، او بعمل الكفر بتاع البانيه او البفتيك الكداب. فبصراحه البقسماط الناعم مفيش غنى عنه ابدا. فانا باخده بملى البرطمان ده وبحطه على باب التلاجة. اول ما بيخلص بجيب برضو اللي انا محوشه تاني في الفريزر وبعمل غيره من الحاجات المهمه جدا اللي ما بقدرش خالص مفيش غنى عنها عندي دايما في التلاجة. حبيت برضو ان الفت نظركم للفكره دي، لانه من الحاجات اللي هتفرق معاكي جدا وهتوفر معاكي في الميزانيه لما يكون عندك، احسن ما كل شويه تحتاجي انك عايزه تعملي بانيه تعملي بوفتيك تروحي تبعتي تجيبي من بره. تالت برطمان بقى وهو برطمان العسل الاسود، وده بيكون دايما من اساسيات مشترياتي في اول الشهر. يعني انا لسه جايبه البرطمان ده جديد وانا عندي اساسا برطمان مفتوح بس هو قرب يخلص يعني. فده من اساسيات مشتريات اول الشهر لانه بيسد جدا معاكي في ميزانية البيت. يعني مثلا انت عايزة تغيري في الفطار او العشاء، هتعملي مثلا فطير الطاسة ده، وانا كنت عملته معاكم في القناة. حلو جدا جدا فطير الطاسة ده، مش هيكلفك غير 10 جنيه بس دقيق، وهتحطي معاه شويه مثلا عسل من ده، عليهم شويه طحينه لو انت عندك طحينه. ما عندكيش طحينه هتحطي شويه من العسل الاسود ده في طبق، والطبق التاني هتحطي مثلا فيه جبنه حادقه او اي جبنه دوبل كريم مثلا، بيبقى برده ملحها عالي شويه. فانت كده غيرتي في الفطار وفي العشاء ووفرتي كمان فيه، لانه خاصة ان هو سعره في متناول الجميع وسعره على قد الايد. وكمان ممكن تعملي منه حلويات، يعني ممكن تعملي مثلا منه بسكوت بالعسل الاسود، مش هيكلفك اي حاجة غير بيضة واحدة بس ونص كوباية من العسل الاسود. حلو خالص خالص ومغذي للاطفال، خاصة ان احنا كمان في ايام دراسة، فاحنا عايزين نكتر قوي من الحاجات اللي فيها فايدة، فيها حديد ومغذية جدا وكمان بتقوي المناعة. فده من الاساسيات. تعالوا بقى اقول لكم عن اهم برطمانات لازم تكون موجودة عندك في مطبخك، وهي برطمانات المخلل. برطمانات المخلل دي لازم حاجات اساسية جدا لازم تكون موجودة عندك في المطبخ. حتى لو انت مش بتعملي المخلل في البيت اتعلمي واعمليه، لانه سهل جدا وتقدري ان انت تنفذيه بسهولة.
وكمان هو موفر معاكي جدا جدا في الميزانيه، بدل ما تجيبي بتاع بره بيبقى غالي وكمان مش نضيف. فانت هتعملي المخلل في البيت. عندك احنا في موسم اللفت دلوقتي والليمون. عندك انت ممكن تجيبي مثلا كميه بسيطه، مش لازم تجيبي 3 كيلو، لا انت ممكن تجيبي مثلا، جربي الاول مثلا في كيلو. لو انت اول مره بتعملي المخلل هتجيبي مثلا كيلو ليمون وكيلو من اللفت وتعمليه. بس هاتي مع اللفت بنجر لانه بيديله لون حلو قوي، وكمان في نفس الوقت بيديله قيمه غذائيه لان طبعا البنجر كله حديد. فدي من الحاجات الأساسية اللي بتفتح النفس على الأكل، وكمان بتخلي شكل سفرتك حلو لما تحطي كده طبق ليمون وطبق لفت. وكمان لو الفلفل عندك فلفل أخضر برضو بيبقى حلو جدا جدا في المخلل، برضو بعمله مع الليمون وساعات بعمله لوحده برضو مفيش غنى عنه. فبرطمانات المخلل خلينا متفقين ان هي من الحاجات الأساسية اللي بتوفر معاكي في مصروف بيتك. وطريقته سهله خالص. انت بتسلقي الليمون، بتخليه يغلي غلوه واحده بس، وبعدين بتسيبيه في الميه شويه كده، وبعدين تبداي ان انت تطلعيه من الميه السخنه علشان ما يتهريش منك على طول، وتبداي ان انت تحطيه تحت ميه لمده مثلا 24 ساعه. كل شويه تغيري عليه الميه، كل ما تدخلي المطبخ تغيري عليه الميه تقريبا كل ساعتين او كل 3 ساعات، لحد ما تلاقي الميه بتاعته خلاص ما فيهاش مراره خالص. تبداي ان انت تحطيه بقى في برطمان معقم كده بالخل مع شويه ميه وملح. خلاص انت كده عملتي برطمان مخلل ليمون. طب انت مثلا مستصعبه الليمون، ممكن تعملي اللفت سهله خالص. انت بتجيبيه وتقطعيه، طبعا بعد ما بتنضفيه بتقطعيه وبتحطيه برده في البرطمان وتحطيه مع شويه ميه وملح. انت خلاص كده عملتي احلى مخلل في البيت. فده من الحاجات اللي انا ما بقدرش استغنى عنها ابدا في المطبخ، وهو المخلل، لان أنا من غيره بحس ان في حاجه مهمه جدا ناقصه. نيجي بقى للفكرة اللي بعد كده، وهي العلبة دي. العلبة دي فيها ايه بقى؟ فيها القشطة بتاعت وش اللبن. احنا دلوقتي طبعا داخلين على الجو برد، فاللبن هتلاقيه بيعمل وش حلو قوي على عكس الصيف. لو كنت بتغلي اللبن لما تيجي تطلعي منه قشطة بتلاقي لا الوش بتاعه بيبقى خفيف شوية، مش زي الايام دي. الايام البرد بيبقى وش اللبن فيها بيبقى دسم شويه. فانا بخلي العلبه دي عندي دايما في الفريزر. كل ما بيبقى فيه مثلا قشطه طالعه لي من وش اللبن بقى اخد المعلقتين اللي طالعين واحطهم في العلبه دي واقفلها واحطها في الفريزر. ساعات مثلا كنت بحتاج قشطه ان انا استخدمها مثلا في البشاميل، او ان انا استخدمها مثلا في عمل رز بلبن او حاجه. فهي بتبقى برضو نافعه جدا بالنسبه لي. ولو انا مش محتاجاها باخدها، مش هستخدمها في وصفات، هاخدها واشيلها في العلبه دي واحطها في الفريزر. وعملت لكم برضو فيديو قبل كده موجود في القناه لسه عاملاه من قريب، كنت عامله منها سمنه بلدي في منتهى الجمال، وطلعت منها مرته، والمرته دي عملنا منها جبنه كريمي. كان فيديو حلو جدا، اتمنى ان انتوا تشوفوه. برضو من الفيديوهات اللي هي فيها افاده جدا وفيها توفير، من اكتر الفيديوهات اللي عملتها موفره فعلا في الميزانيه. فالقشطه بتاعت وش اللبن دي مهمه جدا. الفكره اللي بعد كده كمان عايزه اقول لكم ان العلبه دي لازم تكون موجوده عندك في بيتك. العلبه بقى اللي بعد كده دي فيها زبده فلاحي. ممكن انت مثلا عايزه تجيبي سمنه فلاحي، جيبي سمنه فلاحي زي ما انت عايزه. ليه بقى؟ الاول انا كنت بحب قوي اجيب الزبده بتاعت فرن، ايام ما كانت فرن كانت رخيصه. لما بدات الاسعار تغلى وترتفع كده كل ماده، ما بقتش بصراحه بجيب فرن، لان لقيت سعرها قريب جدا من سعر السمنه الفلاحي البقري. فبقيت اجيب سمنه فلاحي. طب انا لو مثلا شهر ما جبتش سمنه فلاحي، بدات ان انا اجيب الزبده الفلاحي، بس يكون من حد موثوق منه، لان انا جربت الزبده اللي هي كريستال وزبده جنه، بصراحه ما عجبونيش خالص في الاكل. بقول لكم بامانه ما عجبونيش خالص خالص، فقررت ان انا مش هجيبهم تاني. وكنت بجيبهم وعارفه ان دي حاجات الزبده المهدرجه دي مش صحيه، بس كنت بجيبها بقى، كنت بقول دي على قد الميزانيه وكده. لكن انا قررت بعد كده ان انا مش هجيبهم تاني. انا جربتها كريستال مره وجنه مره، قلت بعد كده مش هجيب غير الزبده الفلاحي، لانها بصراحه بتدي طعم للاكل، بتخلي الاكل توديه في حته تانية خالص. حتى لو حطيتي معلقه واحده بس منها على الاكل، حتى لو مثلا انت بتعملي على العشاء او على الفطار، لو بتقلي بيض بتقلي بيها بحته زبده فلاحي، بتخلي الاكل ليه طعم وريحه، حاجه جميله جدا تفتح النفس ما شاء الله. بس لازم تجيبيها يكون من مصدر موثوق منه. فالسمنه البلدي او الزبده البلدي من الحاجات اللي مفيش غنى عنها، حتى لو هتجيبي كميه قليله منها احسن من الحاجات السمنه او الزبده المهدرجه. فدي من الحاجات اللي مفيش غنى عنها ابدا في المطبخ.
طيب أنا باحفظها إزاي؟ أنا مثلًا باجيب كيلو من الزبدة الفلاحي، باحطها في العلبة كده، بافضّي الزبدة في العلبة دي وباحطها على باب التلاجة، مش باخلّيها عندي في المطبخ، لإنها لو خليتها عندي في المطبخ ممكن لو المطبخ سخن شوية أو مشغّلة الفرن أخاف عليها تبوظ، لكن باخلّيها دايمًا على باب التلاجة عندي. لكن لو أنتِ عندِك سمنة فلاحي وعايزة تحطيها في المطبخ مش هيحصل لها أي حاجة على فكرة، هتحطيها في علبة صغيرة كده جنبِك على الرخامة مش هيحصل لها أي حاجة، لو هي فلاحي مش هتبوظ ولا أي حاجة، بس تاخدي منها بمعلقة نضيفة. لحد هنا خلاص خلص الفيديو بتاع النهارده، أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا منه، خدتوا منه أفكار، استفدتوا منه